في فاكهة لذيذة جدا اتشهرت جدا الفترة اللي فاتت وشفت ناس كتير بتجربها. دي أول مرة بجرب معاكم الجنارك، فتعالوا أقول لكم كل حاجة عنها. هي فاكهة مشهورة جدا في لبنان وسوريا وتركيا، وزي أي فاكهة كل بلد بتسميها باسم معين. بيسموها جنارك أو كرز أخضر، بس هي في الأصل برقوق لونه أخضر. طعمه حمض شوية والناس مش بتتعامل معاه كأنه فاكهة مسكرة، هو أقرب للمزازة شوية، وريحته وطعمه فريش جدا ولايقين جدا مع الموسم بتاعه اللي هو الربيع. ممكن يتاكل كده لوحده زيه زي أي فاكهة، أو في طريقة تانية لذيذة قوي بيستخدموها الناس، وهي إنهم بيحطوا عليه ليمون وملح وشطة، وده بيخلي طعمه مملح وساور. يعني الناس اللي بيحبوا الحاجات اللي فيها مزازة هيعجبهم قوي، بس حاولوا ما تكتروش ملح قوي علشان الضغط. هو مش بس كمان طعمه حلو، أنا لما قريت عن فوائده لقيت إن فوائده كتيرة جدا، سعراته قليلة وفيه فيتامينز ومعادن زي البوتاسيوم مثلا. والحاجة الحلوة اللي فيه إنه بيتاكل أكتر من طريقة. جربته لوحده، اكيد طبعا جربت احطه في سلطه، وكانت من احلى السلطات اللي انا اكلتها لان تقريبا كان فيها كل النكهات والاطعم، وكانت فريش جدا ولايقه مع الجو الصيف. قولوا لي جربتوا الفاكهه دي قبل كده ولا لا، وبتحبوا تاكلوها لوحدها ولا في سلطه؟ واستنوا فيديو سلطه الجنارك اللي جاي، وبالهنا والشفا. في فاكهة لذيذة جدا اتشهرت جدا الفترة اللي فاتت وشفت ناس كتير بتجربها. دي أول مرة بجرب معاكم الجنارك، فتعالوا أقول لكم كل حاجة عنها. هي فاكهة مشهورة جدا في لبنان وسوريا وتركيا، وزي أي فاكهة كل بلد بتسميها باسم معين. بيسموها جنارك أو كرز أخضر، بس هي في الأصل برقوق لونه أخضر. طعمه حمض شوية والناس مش بتتعامل معاه كأنه فاكهة مسكرة، هو أقرب للمزازة شوية، وريحته وطعمه فريش جدا ولايقين جدا مع الموسم بتاعه اللي هو الربيع. ممكن يتاكل كده لوحده زيه زي أي فاكهة، أو في طريقة تانية لذيذة قوي بيستخدموها الناس، وهي إنهم بيحطوا عليه ليمون وملح وشطة، وده بيخلي طعمه مملح وساور. يعني الناس اللي بيحبوا الحاجات اللي فيها مزازة هيعجبهم قوي، بس حاولوا ما تكتروش ملح قوي علشان الضغط. هو مش بس كمان طعمه حلو، أنا لما قريت عن فوائده لقيت إن فوائده كتيرة جدا، سعراته قليلة وفيه فيتامينز ومعادن زي البوتاسيوم مثلا. والحاجة الحلوة اللي فيه إنه بيتاكل أكتر من طريقة. جربته لوحده، اكيد طبعا جربت احطه في سلطه، وكانت من احلى السلطات اللي انا اكلتها لان تقريبا كان فيها كل النكهات والاطعم، وكانت فريش جدا ولايقه مع الجو الصيف. قولوا لي جربتوا الفاكهه دي قبل كده ولا لا، وبتحبوا تاكلوها لوحدها ولا في سلطه؟ واستنوا فيديو سلطه الجنارك اللي جاي، وبالهنا والشفا. الفاكهه اللي اتشهرت قوي من فتره، دي اول مره اجربها، وكمان اول مره اجرب اضيفها في سلطه. الدراجون فروت هي فاكهه استوائيه الوانها حلوه قوي، بتكون موجوده بكذا لون وطعم. ساعات بتكون قشرتها من بره بينك ومن جوه ابيض او لونه بنفسجي، وساعات بتكون قشرتها صفرا ومن جوه ابيض. اقل واحده فيهم في السكر هي اللي بجربها معاكم دلوقتي، اللي لحمها ابيض من جوه، وتقطيعها وتقشيرها واكلها سهل جدا، ده غير فوائدها الغذائيه العاليه. انتوا ممكن تاكلوها كده هيبقى طعمها حلو جدا، او ممكن تجربوها في حاجه حادقه زي السلطه مثلا، او ممكن تجربوها في وصفات حلوه بتديها طعم ولون حلو قوي. بما اني بحب السلطات جدا فقلت اجربها في سلطه اشوف طعمها هيبقى حلو ولا لا، وعلشان كده حاولت اخلي مكونات السلطه بسيطه جدا علشان طعمها ما يتوهش بين مكونات كتير. ضفت ورق اخضر عباره عن سبانخ وخس وورق بنجر، وقطعت الدراجون فروت مثلثات صغيره كده على قد الشوكه. وبجد انتوا مش متخيلين طعمها حلو ازاي، طعمها قريب من الكيوي او الكمثرى، وطعمها مش مسكر قوي، فحسيت انها ممكن جدا تليق على انها تتاكل في سلطه. ضفت لها جبنه فته ورمان عشان السلطه يكون فيها بروتين اكتر والوان اكتر، وما حبيتش اضيف دريسنج كتير قوي او حاجات كتير قوي تغير طعم السلطه، فحطيت بس زيت زيتون وبس كده. السلطه بقت جاهزه، طعمها فريش قوي، وطعم الدراجون فروت باين فيها قوي برغم مزازه الرمان والطعم المالح بتاع الجبنه، بس كل المكونات كانت لايقه على بعض. جربوها، قولوا لي رايكم، وقولوا لي جربتوا الدراجون فروت قبل كده وجربتوه في سلطه ولا لا. لو جربتوا الفراوله البيضاء وعجبتكم جربوها في سلطه هتعجبكم اكتر. من اكتر السلطات اللي بحبها هي السلطات اللي فيها فراوله، فقلت لازم اجربها بالفراوله البيضاء. طعمها حلو جدا، قريبه جدا من الاناناس، وفيها سنه فانيليا. لما ضفتها على السلطه مع الفراوله العاديه عملت ميكس حلو قوي ونكهات مختلفه، خلى السلطه بجد احلى سلطه فراوله دقتها في حياتي. كنت عايزه اضيف خضار وفاكهه يليقوا مع طعم الفراوله، فضفت حرنكش بما انه الموسم بتاعه، فجل احمر علشان يدي قرمشه ويكون خضار ليه طعم في السلطه، وسلطه فراوله يعني جبنه، ضفت جبنه سوري ولوز محمص. ومكونات السلطه دي كلها هتعمل ميكس حلو مع بعض لما نضيف لها دريسنج من جرين هاوس، خفيف ولذيذ وفيه فراوله ولوز، مكونات كلها طبيعيه، وكل المكونات دي امنه جدا للاطفال، اهم حاجه ما يكونش عندهم حساسيه منها. والسلطه دي تنفع جدا لرمضان، هيكون خفيف جدا على السفره بعد يوم طويل من الصيام. جربوا تعملوا السلطه ودوقوها لاطفالكم وقولوا لي عجبتهم ولا لا، وقولوا لي ايه اغرب حاجه ممكن تكونوا حطيتوها على سلطه. واستنوا الفيديو اللي جاي هنعمل فيه وصفات اكتر بالفراوله البيضاء. خمن الوصفه اللي جايه ايه، وبالهنا والشفا. عارفين السلطات الحلوه اللي بنعملها في الصيف اللي مش بتحتاج وقت ولا مجهود؟ هنعمل سوا سلطه فيها كريس في 30 سلطه في 30 ثانيه. كل اللي محتاجينه مكونات بسيطه قوي، شويه جرجير مع جبنه، ممكن تختاروا ما بين الجبنه الفته والقريش. قطعوا الكريس نصين وشيلوا البذر وحطوه على السلطه، وضيفوا عليها الجبنه القريش لو بتحبوها عاديه طعمها عادي، او الجبنه الفته لو بتحبوها مملحه شويه. والدريسنج زيت زيتون وعسل، وممكن تضيفوا رشه ملح من فوق لو استخدمتوا جبنه قريش. وكده تبقوا عملتوا اسهل سلطه في الصيف، خفيفه ومنعشه وما بتاخدش وقت خالص. جربوها، قولوا لي رايكم، واستنوا السلطه الجايه في 30 سلطه في 30 ثانيه.
مفيش احلى من طبق حمص بالجزر مليان الوان للاطفال. قبل ما اقول لكم جبت الجزر الملون من فين، تعالوا اقول لكم احلى طريقه تعملوا بيها حمص بالبنجر. هو مش بس لونه حلو لكن كمان طعمه حلو وكريمي ومليان نكهات. هنبدا بالحمص. اول حاجه هنجيب حمص مسلوق، هنستخدمه بقشره عادي، لكن لو عايزينه كريمي اكتر ممكن تقشروه. هنزود عليه كميه طحينه كويسه ويستحسن تكون طبيعيه، واهم مكون هو البنجر ويستحسن يكون مشوي مش مسلوق علشان يفضل محتفظ بالفوائد بتاعته، مع رشه كويسه من زيت الزيتون ورشه ملح ورشه كمون. والكمون دايما بيبقى كويس جدا مع البقوليات. وبعدين زودوا عصير ليمونه كامله، ولو حابين تضيفوا توم ممكن تحطوا. عشان قوامه يبقى كريمي اكتر ممكن تحطوا حتتين تلج وتخلطوه كويس في الكبه او الخلاط لحد ما قوامه يبقى كويس. على قد ما طعمه حلو على قد ما كميه الفوائد والفيتامينز والمعادن الموجوده فيه كبيره جدا، ولونه حلو جدا بيجذب عين الاطفال. ممكن تقدموا مع الخيار والجزر. كل ما تزودوا انواع والوان مختلفه من الخضار كل ما بتزودوا الفوائد. تستنوا الفيديو اللي جاي هقول لكم جبت الجزر ملون من فين، وبالهنا والشفا. جربتوا تاكلوا الوان تانية من الجزر غير البرتقاني اللي احنا عارفينه؟ هقول لكم على كل الالوان اللي جربتها في الجزر مع الحمص، وده غير الجزر الابيض اللي جربته معاكم في سلطه قبل كده. وعلشان تعرفوا ممكن تجيبوه من فين في مصر استنوا كملوا الفيديو لغايه الاخر. الجزر موجود في الطبيعه بالوان كتير جدا، بس اكتر لون شائع هو البرتقاني، واللي عرفته بعد كده ان اللون الاصلي هو البنفسجي. هقول لكم الفرق بينهم باختصار. البنفسجي مليان مضادات اكسده، والبرتقاني فيه بيتا كاروتين اعلى وفيتامين اي، والاصفر اكتر واحد مفيد لصحه النظر. وهما مش بس مختلفين عن بعض في نوع الصبغه ونوع الفوائد، هما كمان طعمهم مختلف شويه عن بعض. يعني الاصفر اكتر واحد البنفسجي اقل واحد في السكر، بس خلوا بالكم عشان بيصبغ الايد زي البنجر بالظبط. والثلاث انواع تنفع تتاكل نيه مع الحمص ومفيده جدا للاطفال. وزي ما دايما بقول لكم ان الاطفال لما بتشوف الوان كتير في الطبق بتاعهم يخليهم ياكلوا خضار اكتر. واللي موجود في مصر هو الجزر البنفسجي. هتلاقوه موجود في اماكن كتير بس ليه موسم معين، بيكون في موسم الشتاء في شهر 12 و1 و2، فهتلاقوه موجود وطازه في العربيات اللي بتقدم الخضار الموسمي، وده بيكون احسن مكان ممكن تجيبوا منه الخضار عموما. وممكن تلاقوا الجزر لونه ابيض من جوه او برتقاني. قولوا لي جربتوا انهي لون من الوان الجزر، وبالهنا والشفا. جربتوا تاكلوا كرنب صغير قوي قد عقله الصباع؟ دي اول مره اجرب البروسيس سبراوت. هو ملوش اسم بالعربي بس تعالوا نسميه كرنب بيبي. حجمه بيكون صغير قوي، وفي كمان البيبي منه موجود في القسم بتاع الكرنب او الملفوف، وكان في منه اشكال واحجام كتير غير كرنب الكولسلو اللي احنا متعودين عليه. سبحان الله كل نوع مختلف عن التاني في اللون والشكل وتجاعيد الورق. والكرنب ده مشهور جدا في الوقت ده، ويعتبر من الحاجات السوبر فود، يعني قيمته الغذائيه عاليه جدا، علشان كده بنديه للاطفال. غني جدا بالفيتامينز والمعادن، وخصوصا فيتامين كي والبوتاسيوم. تعالوا اقول لكم ممكن نجهزه ازاي. هو مجرد ما بنغسله كويس بيكون جاهز للاكل، ولو في اي ورق بيكون في اي حاجات سودة ممكن نشيله، لكن باقي الورق لو نضيف تمام نسيبه زي ما هو. والورقه بتاعته صغيره جدا زي ما نكون كرنب كبيره بس اصغر 10 مرات. وسبحان الله لما بتفتحوه من النص بيكون ورقه زي الكرنب الكبير بالظبط بس على صغير، نفس التكوين ونفس الطعم وكل حاجه. ممكن ناكله ني زي ما هو، وممكن نضيفه في طاسه مع زيت زيتون ورشه ملح علشان بس ياخد قرمشه، ومش بتقعد على النار اكتر من دقيقتين، وممكن تدخلوه الفرن. اهم حاجه بس ياخد اللون ويكون مقرمش كده، لان ده اللي بيديله طعم ونكهه. انا عملته في سلطه مع الحاجات الموجوده في الموسم ده. استنوا الفيديو اللي جاي عشان تشوفوا السلطه. شكله وطعمه وريحته حلوين قوي. وزي ما دايما بقول لكم ان اكتر وقت نحب نجرب فيه حاجه جديده هو الوقت اللي في الموسم بتاعها، بتكون طازه وفي قمه فوائدها الغذائيه. قولوا لي جربتوه قبل كده ولا لا، وعايزين نجرب ايه تاني، وبالهنا والشفا. كنت عايزه اجرب طعم الكرنب البيبي في سلطه، فقلت اعمل سلطه شتويه وخفيفه. فتعالوا نجهز كل حاجه سوا، وهنبدا بالكرنب البيبي. هنبدا نجهزه زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. هنشيل اي ورق مش كويس ونقطعه نصين، ونضيفه في طاسه مع شويه زيت زيتون ورشه ملح، وهتشوحوها عادي فوق البوتاجاز. اما لو عايزينها تكون اطرى شويه ممكن تدخلوها الفرن. هنسيبها 3 دقايق على النار، وفي الوقت ده هنبدا نجهز طبق السلطه. وفي السلطات الشتويه بميل الجرجير اكتر من الخس، لانه مش بينزل ميه كتير ومش بيخلي السلطه تكون ساقعه قوي. من الحاجات الحلوه قوي في الموسم ده هي فاكهه الكاكا. هي مش بس خلت السلطه طعمها حلو، لا كمان الوانها كلها حلوه. ده غير انها في الموسم بتاعها يعني مليانه فوائد، وموجوده في مصر بكميه كبيره وطعمها حلو. فاستغلوا الموسم واعملوا بيها سلطات. نيجي بقى للبروسل سبراوتس او الكرنب البيبي. كان استوى وعمل قشره كده جميله. اي حاجه بتتشوح على النار وتاخد اللون البني ده بتدي طعم احلى ونكهه احلى. وممكن نحطها سخنه عادي مفيش اي مشكله، لان دي سلطه شتويه واغلب المكونات بتاعتها دافيه. تالت اهم مكون في السلطه دي هو الرمان. مش عارفه ليه بحس ان طول ما الرمان في الموسم بتاعه لازم اضيفه دايما على السلطات كده، يبقى مكونات الطبق الاساسيه كلها جاهزه، مش باقي بس غير نعمل دريسنج خفيف. هنضيف زبادي وزيت زيتون ورشه ملح وميه الرمان. ممكن تستخدموا دبس رمان، بس انا حسيت ان ميه الرمان هتخفف القوام اكتر وهتدي لون حلو، وكمان هتخلي طعمه احلى. زودوا زي ما انتوا عايزين لغايه ما تشوفوا اللون اللي يعجبكم. انا حسيت ان اللون كده هادي وجميل. ممكن نضيف الدريسنج على جنب ونضيفه للسلطه وقت التقديم، او ممكن تضيفوا له على السلطه على طول لو هتاكلوه دلوقتي. ودي كانت اول مره اعمل المكونات بتاعه السلطه دي كلها مع بعض، ومش عايزه اقول لكم ازاي طعمها طلع حلو قوي، والمكونات كلها مظبوطه قوي ولايقه مع بعض، وطعم كل حاجه لوحدها حلو ومع بعض كمان حلو. جربوها وقولوا لي رايكم، واستنوا السلطات الشتويه الجايه، وبالهنا والشفا.